السلام عليكم ورحمه الله. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم. كيف دايرين بعدا؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ كلشي بخير وعلى خير؟ ايوا الحمد لله. اليوم كيف كتشوفوا السقله اولا التبريمه المغربيه. علاش كيقولوا السقله بعدا؟ حيت التسميه ديالها الاولى هي السقله، انها كتسقل الجسم ديال العروس. كانت معروفه كيديروها العروسات، زعما كيوجدوا تقريبا شهر قبل العرس ديالها. وهنايا خداوها المغربيات كعاده، ولات مع المده تطور السميه ديالها حتى ولات التبريمه المغربيه، لانها فيها بزاف ديال المكونات وكيختلفوا على حسب الموجود وعلى حسب البلاصه. مثلا الصحراويات عندهم حوايجات اخرين كيزيدوهم، المغربيات كيديروا لهم حاجات اخرين. المهم الاساس ديالها هو هذا. كنت درتها في القناه ديالي، ولكن فيها الحنه. كان العنصر الاساسي ديالها هي الحنه. هذيك هي اللي كانوا كيديروا جداواتنا ووالدينا بكري. دابا تقدمت شويه واختلفوا المكونات ديالها، حيت كاينين شي بنات وكاين شي عيالات اللي ما كيبغيوش الحنه، ما كيبغيوش داك اللون نهائيا ديال الحنه، ما كتعجبهمش ولا ما كيبغيوش داك اللون ديال الحنه. فعلا الحنه كتخلي واحد اللوين زوين الصراحه، كيعجبنا حنا كمغربيات، ولكن كاينين الناس اللي ما كيبغيوش اللون ديال الحنه وما كيبغيوش حتى الريحه ديالها تبقى لهم في الجسم. فهذه كتعوض ديك التبريمه واعره واعره. جربوها يا البنات، اللي ما دارتهاش بلا ما تقول راسها مشيت للحمام، كتخرجي كتشقشقي من الحمام من النهار الاول. على حسابي، ضمان على ضمانتي زعما. المهم المكون الرئيسي دابا ديالنا هو الصابون البلدي اولا الصابون الاسود. كيف ما كتشوفوا معلقه كبيره، هذه كميه ديال واحد الغسله. اللي بغى يضعف راه ممكن يضعف. هنايا خديت النيله الزرقاء، عندي حجره وطحنت شويه منها، حكيته غير هكا في الحكاكه، وكديري منها شويه. يعني الا كانت النيله راه ممكن ديرها، كانت ممكن ما ممكن تخلي عليها الصراحه. هي ماشي مكون اساسي. هنايا الحليب غبره اولا كنت غنقول سميتو، المهم حليب غبره كيف ما بيكون. حليب غبره ضروري. هو هنايا كيعطي الدور ديالو هو انه كيعطي واحد الترطيب، واحد بحال كديري شي حليب للجسم ديالك، كيعطي واحد الترطيب، كيخلي واحد ترطيب عميق في الجسم. وهنا المكون اللي كنعوضوا به الحنه، كيبان لكم بحال الحنه تماما ولكن هو ماشي الحنه. هذا السدر او اوراق السدر، كتمشي للعطار كيعطيهم لك. ممكن يعطيهم لك وريقات ومع معويدات تاعهم تحيديهم وتطحنيهم، وممكن يعطيهم لك مطحونين هكا. انا خديتهم مطحون. كتقولي لي عطيني السدر مطحون، كيعطي لك راه 2 درهم فيه الخير والخمير، كيبقى عندك مده طويله. دابا هذه انايا خديت 2 درهم، ما فيها كثيره، غير حيت منها هاد معلقه، حيت غراضي غير بمعلقه كبيره. باقي انا وفيت شويه الصراحه. راه كيعطي واحد الترطيب صراحه. هو كينشف، ولكن عرفتي كينقي الجسم مزيان مزيان من العمق، سبحان الله العظيم. السيدر اللي ما كيعرفوش، راه هو الورق اللي كيكون مع النبق، معروف. راه صحي بزاف وغني عن التعريف، وعرفتي كيسقل الجسم بطريقه واعره واعره، خصوصا العريسات. فجربوا هذه الوصفه. اي وحده راه ممكن تكون عريسه ديال راسها تطلع في راسها، علاش لا، وتجرب هذه الوصفه. وهنايا ممكن تضيفوا قطرات ديال الحامض، حيت الجسم يعني من العنق للتحت، يعني ماشي الوجه هذه نهائيا ما كدارش الوجه. كناخذ قطرات ديال الحامض اولا قيمه معلقه صغيره الحامض او السيترون. وممكن تعوضوا حتى بالليمون، يعني اللي البشره ديال حساسه ممكن تعوضوا بالليمون، ولكن الحامض راه كيعطي واحد تفتيح للبشره واعر يا البنات. يعني ضروري الصراحه. انا هذه الوصفه كنديرها بالحامض، كيعجبني انا الحامض، راه كيعطيك واحد لو في داك النهار مازال كتخرجي كتشعلي من الحمام من الدوش ديالك. وهنايا كنزيد انايا زيت اللوز الحلو، كيف كتشوفوا غير قطرات منه. علاش الدور ديالو هذا كيعطيك الترطيب؟ لان كيف قلت لكم داك السدر راه كينشف شويه البشره، واخا هو عنده منافع كثيره بزاف على الشعر ولا على الجسم، سبحان الله العظيم، على البشره ديال الوجه، ولكن هو كينشف صراحه بحال الحنه. داكشي علاش كنضيفوا زيت الزيتون اولا زيت اللوز الحلو اولا الجليسيرين. طبعا ديال التجميل، زيت الزيتون ديال التجميل، يعني ما فيش ديك الملحه او المهم القطرات اولا الجليسيرين احسن. فهو مرطب واعر واعر، كيرطب الجسم ديالك، كتخرجي يعني كتشعلي بياض، وكيصفي البشره وكيفتح لك اللون ديال البشره ديالك. صراحه اللي ما جربتها راه ما جربت حتى حاجه، والله العظيم راه عن تجربه خاصه. واللي دارتها والله العظيم كتخرج كتحس فعلا انها كانت في الحمام. الا ما درتيش معك، ما ديتيش معك شي تبريمه من هاد التبريمات المغربيات او هاد التبريمات الصحراويات اللي كاينين، راه ما تقوليش انني مشيت للحمام نهائيا.
واللي شافك راه كيقول لك بالصحه الحمام، لان عاد كيبان فيك الحمام الصراحه ماشي بحال الا تحممتي في الدار، بحال الا ديتي التبريمه معاك ومشيتي يا لاله وخديتي راحتك في الحمام بشويه عليك تحكي وحتى تاخذ التبريمه الحق ديالها، الشهر ديالك ياخذ حقه. وهذا ما كاين. نتمنى انها التبريمه ديال اليوم تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم اولا استقلا. شكرا بزاف، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.